سر الكنافة المقرمشة زي المحلات أخيرا بقى في إيديكي. كنافة بالكريمة بطبقة مقرمشة وسكر مظبوط ومتوازن يخليكي تعمليها كل يوم. هنعملها النهاردة مع بعض خطوة بخطوة. أنا عبير ودي قناتي لو أول مرة تشوفيها. أتمنى تنوريني ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ. بسم الله. معايا نص كيلو من الكنافة مخرجاها من الديب فريزر وسبتها على رخامة المطبخ حوالي ربع ساعة. هبتدي اقطعها بايدي او افرفتها زي ما انتوا شايفين، ولو حابة تعمليها في الكبة بس ما تنعميهاش قوي، ولو فريش ممكن تقطعوها بالمقص او تدخلوها الفريزر ليلة وتاني يوم تستخدموها، ليكم مطلق الحرية. ولو فيها قطع معضمة وناشفة شيليها وتخلصي منها ما تستخدميهاش. هنقل الكنافة في حاجة واسعة علشان افرفتها كويس، وهكمل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص كل الكمية اللي معايا. وبعد ما فرفتها زي ما انتوا شايفين هضيف عليها 4 معالق كبيرة من السكر البودر، يعني حوالي تلت كوباية، وهغلفها بالسكر كويس جدا. فايدة السكر ان بيخلي الكنافة تبقى متماسكة وبيديها القرمشة واللون الذهبي. دلوقتي هنحضر الصينية اللي هنعمل فيها الكنافة. الصينية اللي استخدمتها مقاس 28، وممكن تعمليها في صينية مقاس 30. هدهنها كويس جدا بالسمنة، وندهن ببذخ وما نبخلش في الخطوة دي علشان السمنة عامل قوي في نجاح صينية الكنافة. بعد ما دهنت الصينية كويس جدا هحط أول طبقة من الكنافة 350 جرام، يعني حوالي تلتين الكنافة بعد وزنها بإضافة السكر البودر. هوزعها في الصينية واعمل حواف بالكنافة علشان الكريمة ما تخرجش بره. وبصينية تانية هضغط على طبقة الكنافة واكبسها كويس جدا. ومعايا 250 جرام من السمنة البلدي المذابة حوالي كوباية. تقدري تستخدمي أي نوع سمنة، وممكن تعملي ميكس بين السمنة البلدي والزبدة أو السمنة البلدي وأي نوع سمنة تاني زي ما تحبي. وكده الطبقة الأولى جاهزة معايا. تعالوا نحضر كريمة ناعمة للكنافة. في حلة أو كسرولة هضيف 3 أكواب من الحليب السائل، هضيف عليهم 3 معالق كبيرة من النشا ومعلقة كبيرة من الدقيق ومعلقة كبيرة كريمة لباني بودر أو قشطة من وش الحليب، اختياري بس بتفرق جدا. هخلطهم مع بعض على البارد. بعد ما خلطتهم برفعهم على نار أقل شوية من المتوسطة مع التقليب المستمر علشان الكريمة ما تتحرقش أو تتكتل منك. وبعد ما الكريمة تقلت وبقت بالقوام ده زي ما انتوا شايفين هطفي النار وهضيف عليها باكت من الفانيليا أو معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة، وهنزل بيها مباشرة على الكنافة ووزعها بالشكل ده. وهسيب الكريمة تبرد وتتشمع شوية قبل ما نضيف الطبقة التانية من الكنافة. لو حابة تعمليها سادة هتعملي نفس الخطوات اللي عملناها، بس هتضيفي كل كمية الكنافة مرة واحدة وتضغطيها كويس جدا من غير طبقة القشطة. ولو حابة تعمليها بالمكسرات هتستبدلي طبقة القشطة وهتضيفي المكسرات. بعد ما اتشمعت ومش بتلزق في الإيد هضيف باقي كمية الكنافة. هبدأ من الأطراف الأول وبعدين من النص، وبقفل واضغط الاطراف كويس جدا علشان الكريمه ما تخرجش بره، وبعدين اسوي من النص. ولو في اي مكان مش متقفل بالكنافه بقفله، وبجيب صينيه وبضغط الكنافه بس ضغطه خفيفه. بعد ما سويتها وقفلتها كويس هضيف عليها باقي كميه السمنه واوزعها عليها زي ما انتوا شايفين. بضيف من الاطراف الاول وبعدين بغطي وشها كله بالسمنه علشان تاخدي نتيجه كويسه جدا. لازم تديها حقها في الخطوه دي، وبحاول على قد ما اقدر ما اخليش مكان مش متغلف. وبدخلها فرن ساخن مسبقا على الرف الوسط على درجة حرارة 200. ولو فرنك ما شاء الله قوي دخليها على 180، ولف الصينية من وقت للتاني لغاية ما تاخد لون ذهبي من فوق. بعد ما تاخد لون ذهبي من الأطراف، لو لسه ما أخدتش من فوق اطفي من تحت وشغلي الشواية لغاية ما تاخد لون ذهبي من فوق. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، مقرمشة جدا ومتماسكة وفصلت من الأطراف زي ما انتوا شايفين، وهتتقلب معانا بكل سهولة إن شاء الله. وده الشربات التقيل اللي حضرناه مع بعض في القناة. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. حطيت الكمية اللي هستخدمها في التلاجة ساعة، وبعدين بخرجه وبسقيها بالشربات البارد وبوزعه عليها، وهقلبها على الناحية التانية. شايفين اللهم بارك مش لازقة في الصينية ولونها تحفة. بسقيها بالشربات من الناحية التانية بعد ما قلبتها ووزعه عليها زي ما انتوا شايفين. استخدمت مجين من الشربات بالمج العادي اللي موجود في كل بيت. ده شكلها النهائي. اللهم بارك متماسكة ومقرمشة جدا وواخدة لون ذهبي، والكريمة ما خرجتش منها. تعالوا نقطع قطع مع بعض ونشوف شكلها من جوه. اللهم بارك جميلة جدا، وطبقة الكريمة ناعمة، وقطعة الكنافة متماسكة. ولو عايزين الكنافة طرية هتدفوا الشربات شوية وتضيفوه على الكنافة وهي لسه خارجة من الفرن. ولو عايزين الكنافة زي دي بالظبط يبقى هتمشوا على نفس الخطوات اللي عملناها، وطبعا مرارا وتكرارا.
سر نجاح الكنافة السمنة. ما تقولوش السمنة كتير. بعد ما تستوي وتاخد اللون الذهبي لو لسه فيها سمنة بتصفيها قبل ما تضيف عليها الشربات، مفيش أي مشكلة. وجت اللحظة اللي بنحب نشوف فيها ثمرة مجهودنا ونتيجة تعبنا، إننا نسمي الله وندوق الطعم. بسم الله. وأكيد ملاحظين قرمشة طبقات الكنافة مع طبقة الكريمة اللي في النص، والطعم اللهم بارك ولا غلطة. سكرها مظبوط ومتوازن جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا. أتمنى تجربوها بإذن الله، متأكدة هتعجبكم جدا وتقولولي رأيكم، وهستنى إن شاء الله كومنتاتكم اللي بتسعدني. وما تنسوش فضلا وليس أمرا لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير علشان يترفع ويوصل لأكبر عدد ممكن، والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه علشان يوصلكم إشعار بكل وصفاتنا الجاية بإذن الله. كان معاكم عبير، أسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.